هنا الرحبات، وهذه دائرة رأس العيون. بين هذه الجبال وعلى خطى الأبطال في ذكرى يوم الشهيد ولدت توأمة تربوية بين ثانوية عمار الزواكري برأس العيون وابتدائية عمر قبيلي بالرحبات. لانتشار ظاهرة العنف في الوسط المدرسي على المستوى الوطني بصفة عامة وبصفة خاصة في ولاية باتنا كباقي الولايات. المجلس الولايي لولاية باتنا أحييكم تحية نقابية وزوجية وإدارية. الموعد اليوم كان بثانوية الإخوة الشهداء العمراني بباتنا، والمناسبة هي زيارة نادي الSPE. الشكر موصول دائما للساده المؤطرين. في كل تعليم تبداوها مباركه ان شاء الله. السي المالي وزير التربيه الوطنيه الذي اسر فيه بعقد هذه الندوات وتعيين هذه المراكز على مستوى دوائر الام التابعين لمدينه باتنا وتقريب هذه المراكز التكوين في خلال العطله. الواقع اللي كنماذج مثلا هذه تاع الاديان درنا. صدق من قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. في إطار الأسبوع الوطني للإعلام وبالتنسيق بين مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بفسديس، احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بمجمع مخابر البحث لجامعة باتنا 2 يوما دراسيا حول آفاق الانتساب لهذه المدرسة. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. على موعد من كتب لقيت القراءة شغوفيها بثانوية الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، أين خطت مسابقة تحدي القراءة العربي حروف طبعتها السابعة. على بعد 87 كيلومتر غرب ولاية باتنا وإلى آخر نقطة من حدودها المتاخمة لولايتي المسيلة والسطيف، تأخذنا هذه المرة الوجهة، حيث تضيء لؤلؤة القصبات متوسطة ساعد بن صديرة في بيع من إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2023. تسابق العديد من المؤسسات التربوية الزمن من أجل ضمان مرافقة نفسية وبيداغوجية لتلاميذ الأقسام النهائية، والتي بادر بها السيد مدير التربية الأستاذ عثمان حمنا بالتنسيق مع مركز التوجيه والإرشاد المدرسي لمرافقة أنجح لأبنائنا التلاميذ في الأقسام النهائية. وخار المتابعة التقنية غدوة حتى كتبدل العلاقة تكون عندك. نرحب بضيوفنا الكرام الخلية الإعلام والاتصال، زيارة المركز بخطى ثابتة وأرواح مستبشرة بالنجاح. استقبل مركز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط لثانوية بهلول الزبير بباتنا تلاميذه من المترشحين لشهادة التعليم المتوسط لدورة 2023.
ظروف المركز جد رائعة. نحن في استقبال المترشحين. أحملنا والسلطات الولائية بمركز الإجراء جيد، سواء من حيث النقل سواء من حيث الإطعام، وخاصة من حيث الملاحظين أيضا. أيام قلائل قبل بدء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2023 تسارع المؤسسات التربوية لوضع الرتوشات الأخيرة في برامج المرافقة النفسية والمراجعة. هذا المركز سنستقبل مجموعة من أبنائنا التلاميذ المترشحين لهذا الامتحان. الساعة ضبطت وحان الأوان للحدث المجتمعي والتربوي الهام امتحان شهادة البكالوريا في دورته لعام 2023. إذا كل التحضيرات لهذا اليوم بمختلفها سواء المادية أو من حيث التغطية ومن حيث النقل المهم هو الذي ركزنا عليه، أو نقل المتمدرسين. لهم التوفيق ولجميع أبنائنا التلاميذ في ربوع هذا الوطن الحبيب. زملائي وزميلاتي اللي راهم من لهنا وفي جميع أنحاء الوطن. أنا ممتحن لبكالوريا دورة 2023، أتمنى التوفيق لجميع زملائي. 3 فجرا ومع الساعات الأولى من اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2023 يتحول مقر مديرية التربية في وسط ما يحيطه من هدوء إلى خلية النحل قبل توزيع مواضيع الاختبارات عبر 89 مركز إجراء. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم موظفي مديرية التربية أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى جميع الموظفين ورؤساء المراكز وأعضاء الأمانة وكل من ساهم في إنجاح هذه العملية المهمة. والله هاي الساعة 3:20 هذا وين كملنا تعقوا مازال ما كملناش غدوة ونكملوه. هيا صح. الشكر موصول وجزيل الشكر لمديرية تربية ولاية بادنة على التنظيم الرائع والجو الأخوي الذي قدموه. تحت الرعاية السامية للسيد وزير التربية الوطنية وإشراف السيد والي ولاية بادنة وتنظيم مديرية التربية للولاية، افتتحت بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة فعاليات المهرجان الوطني المدرسي لنوادي البحث التاريخي في طبعته 14. بمناسبة تنظيم الطبعة 14 من المهرجان المدرسي الوطني لنوادي البحث التاريخي، العرض في دار الثقافة الأعمال المشاركة من ولايات أم البواقي، بسكرة، المسيلة، سقيف والبويرة لتحظى بتقييم لجنة التحكيم، خصوصا وأنها تنوعت. اليوم كانت خرجة سياحية وتاريخية كذلك إلى المناطق الأثرية فيها التظاهرة، وإني جد مسرور بمشاركة ولاية وهران الباقية في هذا المهرجان تحكيمات، وأن تكون مشاركتنا مشاركة قيمة. من 17 إلى 21 جوان 2023، واللي نتمنى له إن شاء الله أنه يكون موفق وقد وفق إلى حد ما. على جالي وجميع الطاقم التربوي والاساتذه اللي تعبوا على جالنا. متحصله على المرتبه الاولى ولائيا بمعدل 19.95، وانا تلميذه بمتوسطه ما يكونون به خاصه. قبل كل شيء اود ان اشكر اشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه النجاح. الله يفرحك. شرفتينا بنتي وشرفتي الولايه وشرفتي قطاع التربيه وبارك الله فيك. بزاف جينا نزوروك.
هوية الإخوة الشهداء العمراني بباتنا عدة أنشطة لمرافقة أبنائها في اختيار تخصصهم الجامعي. الأساتذة المدمجون للأطوار الثلاثة بتكوين بيداغوجي تحضيري. العملية التي شهدتها ولاية باتنا على غرار ولايات الوطن رصدت لها مديرية التربية جميع الإمكانيات البشرية والمادية من أجل ضمان سيرها بالشكل المطلوب. ثانوية بلدية عزيز عبد القادر للسنة الدراسية 2023-2024. الجهوي التكويني حول تعلمية مادتي التاريخ والجغرافيا. الملتقى الذي يندرج ضمن المخطط التكويني القطاعي تنظمه مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية. فيك شرف لك شرفنا كم مش مريح من هنا أعالي نافلة بلدية حدوسة ووسط هذا السكون المطلق سوى السنة الرابعة بتعدادهم الكامل إلى الأقسام تتقدمهم أستاذة الفيزياء رميساء بن شادي. نعلم أنكم لازلتم